انا كسبت مرتب شهر الموظف في بنك في يوم واحد وانا لسه طالب في الجامعه. تعال اقول لك انا عملت ده ازاي، بس علشان اكون واضح معاك من الاول، انا لا كنت محظوظ ولا كان عندي واسطه ولا كنت اعرف حد في شركه ولا اي حاجه من الحاجات دي. كل الفكره ان انا اتعلمت حاجه صح وطبقتها في الوقت الصح، مش اكتر من كده. انا كنت زي اي طالب في سني عاوز اعمل فلوس علشان احسن حياتي، وبدات اتعلم تسويق الكتروني من الصفر خطوه بخطوه. وبعد اول شهر من التطبيق جالي اول عميل ودفع لي مبلغ انا عمري ما كنت اتخيله في سني ده. المبلغ ده كان 5000 جنيه، يعني تقريبا كان 12 جرام دهب. خد بالك الكلام ده انا بكلمك عنه في 2016، يعني كان اكتر من مرتب موظف في بنك بيشتغل 8 ساعات في اليوم. كل الفرق ان انا كنت بشتغل على نفسي على اللابتوب بتاعي من اوضتي. وانا مش بحكي لك الكلام ده علشان افليكس عليك، بس انا بحكي لك الكلام ده وبقول لك عليه علشان اعرفك ان في فرصة حقيقية، بس مش لكل الناس، فرصة للناس اللي بتتحرك وبتاخد خطوات بجد قبل ما الفرصة تضيع منهم. بعد 8 سنين من الشغل في مجال الماركتنج اللي غير حياتي، انا عملت دبلومة تساعد الناس ان هي تغير حياتها. ناس كانت قاعدة على القهوة دلوقتي عندهم شغل مستمر وعندهم بيزنس وبيفكروا كمان ان هم يفتحوا شركات. انا مش هقول لك سجل وخلاص، لكن هقول لك لو شايف انك تستاهل تبقى واحد من الناس اللي عندهم دخل وهم لسه في الجامعة، او انك تتعلم شغل مطلوب في السوق وتبتدي ان انت تبيع خدماتك وتشتغل فريلانس، او انك تفتح بيزنس صغير، فدي فرصتك. ما تفوتش العرض بتاع الدبلومة دلوقتي، لان هي عليها اوفر نازلة من 8350 جنيه ل 1990 جنيه بس. ده غير انك بتاخد اعظم حاجه في الدنيا وهي المتابعه المستمره حتى بعد ما تخلص الكورس. يعني انت مش داخل كورس وهتمشي، انت داخل نظام كامل بيساعدك تبني مستقبلك وتحسن حياتك، فما تضيعش الفرصه دي من ايدك. خش على الويب سايت دلوقتي وسجل في الدبلومه، علشان دي الخطوه اللي انا متاكد انها هتغير حياتك. ولو ما غيرتش حياتك انت معاك ضمان اول 14 يوم تسترد فلوسك بالكامل. خد الفرصه دلوقتي وما تفوتهاش وما تسيبهاش لحد تاني.